بالنسبه للشيكابالا عمرو بيقول لك احنا كجهاز فني بندور بنبص على اللعيبه، بنقيم اللعيبه في المرحله ديت، بنشوف هو جاهز بدنيا ونفسيا، مهم جدا يعني مش بدنيا بس ونفسيا وفنيا. فبقول لك هو خد اللعيبه اللي هي هتساعده في المرحله دي دلوقتي. هو كان شايف شيكابالا عمرو مش هيساعدوه في المرحله دي دلوقتي، لازم نفسيا بدنيا هو ده الفني. ده بالنسبه لشيكابالا عمرو. In terms of Barakat, I have great respect for him. We had an excellent meeting and discussion. He indicated to us that his decision years ago to step away from the national team was still the way he felt about things. He wished us luck as we go through this, said that he would support us in every way possible, and again, it was a great discussion because his experience, his personality, he has great opinions. He's a funny guy, so you know, again, it was a very, very good discussion, but it didn't go to the point of him rejoining, changing his decision and rejoining the national team. عمل اجتماع مع بركات كان كويس جدا وله احترام كبير جدا لبركات، وبيحترم بركات كلاعب كوره كشخصيه، حتى الجو اللي بيحطه، جو المرح اللي بيحط الفرقه اللي دمه خفيف بيحط الفرقه. بقول لك كل ده حاجات هو بيحترمه فيها. بقول لك بس احنا يعني اجتماع والمناقشات مستمره، وبركات نتمنى لنا التوفيق. هو لحد دلوقتي يعني هو سعيد بيقول لك ما غيرش قرار ولا حاجه، بس هو يتمنى لو هو حاسس انه يقدر يخدم منتخب مصر مفيش مشكله، وكان اجتماع كويس جدا وهو مبسوط بالاجتماع دوت. We have a good idea about the lineup, but this week is still important. نطمن منك على ضربة البداية، وهل استقر الكابتن زكي عبد الفتاح على من سيحرس عرين مصر في هذه المباراة ولا لسه ما استقرش على الحارس؟ طبعا ضربة البداية مهمة جدا جدا، وان شاء الله انا شايف كده باذن الله في عيون اللعيبة وفي عيون الجهاز وكله ان شاء الله في تفاؤل، وباذن الله ان شاء الله نحقق نتيجة كويسة باذن الله. فرقة موزمبيق فرقة كويسة جدا، واتفرجنا على اكتر من 6 ماتشات لهم. فرقة عندهم لعيبة عندهم مهارات كويسة وسرعة ولياقة بدنية، فان شاء الله محتاجة منها جهد مضاعف ان شاء الله ان احنا باذن الله نكسبهم. زي ما بابراد لازم يكون في اتزان، في بالانس. ما تقدرش تجيب دلوقتي فرقة 11 كلهم خبرة، 11 مثلا اعمارهم كبيره، وما تقدرش تجيب فرقه كلهم صغيرين. انا بدي دايما مثلا فرقه المقاولين فرقه كويسه جدا، فيهم 3 مقاولين بيلعبوا في منتخب مصر النهارده، صلاح النني وعندك وباسم، ال3 بيلعبوا ورغم كده كان نزلوا السنه اللي فاتت الدوري الاولى، والسنه دي ما كسبوش ماتشين. ليه؟ كلهم شباب محتاجين برضه خبره، فلازم تعمل البالانس ما بين الشباب والخبره. وبعدين بنتكلم دلوقتي شباب، احنا الحمد لله لعبنا دلوقتي، انتوا بتقولوا ماتشات ضعيفه ولا بس الاولاد دي لعبوا ماتشات دلوقتي على الاقل 11 ماتش لحد دلوقتي في الفتره اللي فاتت دي، لعبوا مع المنتخب الاولمبي، لعبوا كاس العالم مع كابتن ضياء فعندهم، ما هماش جايين من الدوري ما لعبوش حاجه وبيلعبوا دلوقتي. والماتشات اللي بتقول عليها حتى واحد زي مثلا تمساح بيلعب في الداخليه ما لعبش اي ماتش دوري، بدا دلوقتي بيلعب من 11 ماتش اللي فاتوا لعب هو حوالي 8 او 9 ماتشات. فالحاجات طبعا كتير جدا. بقول لك ما تحسش دلوقتي لما بتيجي حتى في مش اللعيبه بتاكل بتشرب في التمرين كل حاجه، تحس ان اللعيبه دي في منتخب مصر بقى لهم 10 سنين. البالانس بين اللعيبه الخبره واللعيبه الشباب بسم الله ما شاء الله حاجه بالاثنين بطريقه والله ما تحس ان اللعيب ده جديد او قديم، تحس ان فعلا في انسجام جامد الحمد لله.